الحق الحق. في ايه؟ وصل عند ماما اهو. يا ابوي عارفها صبحية منيلة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تودوا في ايه؟ مفيش. مالك اشوف مال رقبتك كده ودعاء. ما اشتكيتلكش منها، خليك في حالك. قاعد على تتكسر ان شاء الله، انا مالي. ابو الله الواحد حصل معاه موقف بدري شلو. خير. يا اخوي قال بنت عبد الرحيم السني، قال يا اخوي معدي من قدامي وعمله لي تهينا كان عنده مرض الدعاء في الطريق وماشي نكتل وشه في الارض. قلت لها اعدل رقبتك يا كسر رقبتك ورقبه امك، لا تقعد تكسر رقبه ابوك. طبعا انا مؤدب عليه، كلنا عارفين بعض. بس انت مش محترم يا حرام يا اخي، اتق الله يا اخي. ليه يا اخي لا تحكي على الناس ليه؟ يا اخوي علي الطلاق ما محترمه وخربت الدنيا واقف في الجامع، واقول لك على اتقل من كلوت البلد كلها عندها سكريناتها والصور بتاعتها يا وائل. يعني يا بارد انت عندك الصور دي؟ اي يا شريف، انا عندي يا شريف الصور بتاعتها يا شريف عشان افضح نفسي. اي يا شريف عنده الصور بتاعتي يا شريف عشان تبقى لازم تنط في كل حته وتتنقز يا شريف. سبحان الله زي اللقمه في الزور يا اخي. يا اخي اتق الله يا اخي، ابوها غني محترم بيصلي على طول يا اخي، وما ست مؤدبه يا اخي. اتق الله يا اخي. لا يا اخوي على اساس بس انك انت ولدهم عشان عرفت المحترم واللي هيصلي. يا عم وائل ما يغركش اللي هيعملوه ده اهو. قسم بالله هم سامحني يا رب انا هقول اللي حصل. هم قبل ما تتجوز ابوها اللي بقى تلاقي قصص وحوارات والدنيا كلها عارف. يعني انا احكي لك على المدى واحكي لك اللي احلى من كده. وبعد يا اخوي ما اتجوزت علي الطلاق، بعد ما اتجوزت كانت هتستنى صاحبنا يسافر وكان واحد داخل واحد طالع. اقول لكم ايه يا ولد، انتوا رفاق السوق تدخلوا نديب سير ناس وانا ما بحبش اجيب سير ناس. يا اخي سبحان الله الدنيا دي دوارة. فاكر من يومين؟ اه والله سبحان الله فعلا يا دوار اقسم بالله. ايه اللي حصل؟ كنا قاعدين وكانوا في اتنين قاعدين قدامنا. نسوان؟ يا اخي انت ما معكش غير النسوان تحكي فيها. امال ايه؟ كانوا شابين وكانوا بيحكوا نفس الكلام اللي انت قلته. طب الحمد لله انا ما قلتش حاجه. البت يا ناس عندها شبكه الواي ملهاش باسورد، كله معاها رقمها. مش على البيت، امال على مين؟ على امك واختك. تعالوا شوفوا مين اخت مين يا شريف. بعدين اسهل حاجه عندك تتكلم على بنات الناس وتهتك في اعراض المسلمات. يا اخي والله العظيم انا عمري ما شفت انسان ابن ناس ومتربي او بمعنى صاحب يخاف ربنا بيمسك في اعراض بنات الناس او حريم الناس. تملي بشوف الشخص اللي بيمسك في اعراض المسلمات او المؤمنات، الشخص ده المريض اللي عايز يوصل لحاجه نكسه زيه ومش عارف، فيعمل ايه بقى؟ يشوه في صوره الانسانه دي. سبحان الله. لو مالكش ام او اخت تخاف عليها فخاف على مراتك في المستقبل وخاف على بنتك واتق الله في نفسك. وعايز اقول لك حاجه اخيره، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما مسككش امر الناس، الله سبحانه وتعالى ما خلقكش حفيظ على الناس. فلذلك لو شفت انسانه فيها عيب او فيها حاجه، يا اما تنصحها بينك وبينها، ده لو انت بتخاف ربنا وانسان ملتزم وعايز هي فعلا ترجع، يا اما انت اصلا تطنش كأنك ما شفتهاش، لان الله سبحانه وتعالى هيحاسبها على اعمالها وهيحاسبك على اعمالك، مش هيحاسبك على اعمالها هي. فلذلك اتق الله وخد بالك، اقسم بالله اللي بتعمله النهارده في بنات الناس هيترد بكره في اهل بيتك غصب عنك، لان الحياه داين تدان. والله كان نفسي اقول لكم نصيحه بس للاسف امي ما خلتش حاجه اقولها. السلام عليكم.